السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي مرة أخرى على القناة. جبت لكم الوصفة ديال الطاجين اللحم بالبرقوق والنوى والبيضات مع 3 تشكيلات ديال السلطات. بقاو معايا باش تعرفوا الطريقة والمقادير. هنا عندي واحد الطبسيل كبير اللي غادي نعمل فيه خليط من القزبر والمعدنوس اللي غادي نضيف لهم 5 ديال الفصوصات ديال الثومة محكوكين. انا هنا غنعمل كميه كبيره شي شويه، نتوما تقدروا تعملوا النص ديال المقادير. هنا عندي مغرفه كبيره ديال السكينجبير، مغرفه كبيره ديال الخرقوم البلدي، نص مغرفه ديال الابزار، نص مغرفه ديال القرفه، مغرفه كبيره ديال السمن، وغادي ندوزو نضيفو الماء. اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه وعجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك في القناه باش تدعموها لانها باقا في البدايات ديالها، وتضغطوا على زر جيم وتبارطاجيو. جزاكم الله كل خير. صافي غادي نخلطوا المكونات ديالنا كاملين مزيان مع بعضياتهم. وغادي ندوزو نضيفو اللحم. نسيت ما قلت لكم شي، تضيفوا الملحه. صافي غادي ندوزو نشرملو هذيك اللحم ديالنا. صافي انا كملت هذيك الكميه اللي عندي، نخليوها يعني تشرب واحد الساعه ولا نص ساعه المكانه. هنايا عندي طنجره الضغط ولا الكوكوط اللي غادي نعمل فيها 3 ديال البصلات كبار، وحده بيضاء وجوج وحده حمراء وجوج بويض. غادي نزيد عليهم شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي ندوزو نضيفو نفس العطريه اللي عملنا اللي شربنا فيها اللحم. تما عندي نص مغرفه كبيره ديال الابزار، غادي نزيد عليها نص مغرفه كبيره ديال السكينجبير، نص مغرفه كبيره ديال الخرقوم البلدي، وهنا غادي نزيد الملحه. صافي وغادي ندير ديك البصله تشحر. هانتوما كيف كتشوفوا معايا تشحر. دابا غادي ندوزو نضيفو اللحم. انا ما كنعملش الزيت، كنخلي يعني ديك الاقامه تدخل مزيان في اللحم، لان الزيت كيعمل بحال واحد الحاجز ما بين اللحم والاقامه. صافي وغادي نخليو اللحم ديالنا تعرق. السر ديال الطواجن هي التعريق. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كنعملوا البطاله مهيله وكنخليو اللحم تعرق. مره كنحركوها باش ما تلصقش ولا تحرق. صافي اللحم ديالنا تعرقت. دابا غادي ندوز نضيف واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، وبغيتو تعملوا الخليط يعني زيت بيضاء وزيت الزيتون نعملوها، انا كنعمل زيت الزيتون. صافي وغادي ندوزو نمرقوا الطاجين ديالنا. انا كنمرق بالماء بارد، والماء فاش تضيفوه خصو يغطي هذيك اللحم لان باقي محتاجو المرقه باش نطيبو فيها البرقوق. وغادي نشدو على الكوكوط وغنخليوه ما بين 45 دقيقه حتى ساعه المكانه.
هنايا عندي 300 غرام ديال البرقوق اللي غسلته، واللحم ديالنا هي طابت هانتوما كيف كتشوفوا، والمرقه عاقده. دابا غادي ندوزو نهزو المرقه من الطاجين ونمرقو بها البرقوق باش البرقوق ما يجيش باسل بحال اللي كنقولوا حنايا، يجي فيه المذاق ديال المرقه الطاجين. هاد الطريقه هادي كتبنن البرقوق، ماشي بحال اذا طاب في الماء. صافي ها اللحم ها البرقوق ديالنا عفوا هو يعني شرب ديك المرقه. دابا غادي ندوزو نعسلوه، غادي نزيدو له المنسمات. غادي نعمل هنايا نص مغرفه كبيره ديال القرفه اللي غادي نضيف عليها 2 مغارف كبار ديال الماء الزهر، و4 المغارف كبار ديال السكر، وغنعملوه فوق البوطه وحنا كنحركوه حتى يتعسل. ودابا غادي ندوزو نعدلو السلطات ديالنا. هنايا عندي نص كيلو ديال البربه اللي غسلتها بطبيعه الحال من تتسلق في الماء، ومن بعد قشرتها وقطعتها مكعبات. هنا غادي نضيف لها 2 ديال البصلات صغار حمر مقطعين صغار، شويه ديال القزبر المعدنوس اللي مطقطق، شويه ديال الملحه بطبيعه الحال هي والابزار على حسب الذوق، شويه ديال البزار، عصير نص ليمونه اولا الخل اللي بغيتيو. هنايا مغرفه كبيره ديال السكر، وبطبيعه الحال ما ننساوش زيت الزيتون، جهد 2 حتى 3 ديال المغارف كبار ديال زيت الزيتون، وصافي. وها لا ديالنا ديال البربه واجده. دابا غادي ندوزو نعدلو الشلاضه الثانيه. هنايا عندي 5 ديال الدجاجات اللي غسلتهم وقشرتهم وعملتهم يتسلقوا في شويه ديال الماء والملح. فاش وجدوا قطعتهم مكعبات. دابا غادي نضيف لهم 2 3 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، شويه ديال القزبر المعدنوس مطقطق. غادي نزيدو زيت الزيتون من 2 حتى 3 ديال المغارف كبار ديال زيت الزيتون، مغرفه كبيره ديال الكيمون، نص مغرفه كبيره ديال الفلفله الحمراء ولا البابريكا. هنايا عندي الفلفله المدخنه، وغنعملوه والملحه وهذا بطبيعه الحال، وغادي نعملوه فوق البوطه يتشحروا. دابا غادي ندوزو نعدلو زعلوك. غادي نجيبو مقيله وغادي نعملو فيها شويه ديال زيت الزيتون. هنايا عندي 2 مطيشات متوسطين اللي غسلتهم وقشرتهم وحيت المزرعه ديالهم وعملتهم يتشحروا، ها هما وجدوا. دابا غادي نضيفو لهم باقي المكونات. هنايا عندي 2 بنجالات، واحد الفلفله حمراء وواحد الفلفله خضراء اللي تحت لي الفرصه انني نشويهم فوق الفحم فوق الفاخر، وقشرتهم ما غسلتهمش بالماء نهائيا باش تبقى فيهم ديك المذاق ديال الشوا، لان هاد الطريقه هذه كتزيد واحد البنه هاد زعلوك ما حتاش نقول لكم يا سلام. اللي ما عندوش اللي ما يقدرش يعملو فوق الفحم يقدر يدهنهم بشويه الزيت ويدخلهم الفران او يشويهم فوق البوطه بحال، ولكن جربوا هاد الطريقه باش تعدلوا زعلوك وردوا عليا الخبر. صافي غادي نزيدوهم على مطيشه، وفحال اللي قلت لكم فاش تقشروهم ما تغسلوهمش بالماء. دابا غادي ندوزو نضيفو الملحه اللي كتبقى حسب الذوق، مغرفه كبيره ديال الكيمون، هنا عندي نص مغرفه كبيره ديال الفلفله الحمراء والبابريكا. هنا عندي فيمي مدخنه باش تزيد، لان عندنا كلشي مشوي حتى هذيك الفلفله غادي تضيف لي لواحد البنه اخرى زايده. غادي نزيدو 4 الفصوص تيمون محكوكين وشويه ديال الخليط ديال القزبر المعدنوس،
وغنديوهم فوق البوطه يتشحروا. هاد الدعاده ديالنا ولا خيزو طابت، وها زعلوك حتى هو طاب. دابا غادي ندوزو نعصرو عليه نص ليمونه ولا نص حمضه وصافي. ها الشلاضه ديال الجعده هي كيف جات. ها هو زعلوك ديالنا، ما حتى شي نقول لكم واحد النسمه طالعه منه. وها السلطه ديال البربه والطاجين. ها هو كيف كتشوفوا معايا اللحم ديالو والمرقه ديالو هذيك جات خاطره. عملت له هذيك البرقوق، النوى اللي سلقته وقشرته وقليته، والبيضات قسمتهم على جوج. وهاد الطاجين ديالنا واجد. اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك والبارطاج ودعموا القناه لان باقا في البدايات ديالها، وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.